لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه المناسبة المباركة ندعوكم أن تشكروا الله عز وجل الذي فضلنا وأنعمنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نولي واجبتنا الأسبوعية كما فجرت حدودنا. قبل كل شيء أوجه تحياتي وتعظيمي للمحترم رئيس عام مؤسسة التربية الإسلامية دار السعادة أبويا Jakobbala مع والد وأب مستقبلا اللهم اغفر له. وأيضا إلى رئيس الفاضل المكرم أياه بمن آتي وأبتي وأهلي، ثم تعظيمي وإكرامي للحاضرة المجلس الحكيم الذين يقدروا خطبتي في هذا النهار المبارك. ولا أنسى تعظيمي وإكرامي أيضا للحاضرين والحاضرات في هذا المكان المبارك. ولا أنسى شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني الوقت لألقي خطبتي أمامكم جميعا تحت موضوع مسؤولية الشباب. معاشر المسلمين رحمكم الله، إذا كنا نتكلم عن الشباب لوجدناهم في كثير من المقالات المدونة، بل كنا نشاهد بأنفسنا أنهم يقومون بدور هام في ترقية الشعوب وتقدمهم، فهم أمال الأمة الذين سيجاهدون لمستقبل بلد الباهر، وفي نفس الوقت هم أيضا أمال الإسلام الذين سيجاهدون لمستقبل بلد الباهر، فهم الذين سوف يكافحون ليدافعوا عن أحكام الإسلام ويحمونها من تأثير الثقافة الغربية الهدامة، كما كنا نرجو أن يكونوا أمراء عاملين، وكما يزعم دائما شباب اليوم رجال الغد. وبهذا لا بد لنا أن نهتم بالشباب أيما اهتمام وبمعرفة هذه الأمور كلها. كنا نعي أن الشباب سوف يقومون بدور هام في المستقبل، فهم رموز النسل الذي لا ينطفى، كما أنهم رموز الشجاعة التي لا خوف فيهم، ورموز القوة التي لا ضعف أبدا. وعلى هذا الأساس قال سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا السابق: أعطيني 10 الشباب سوف أحرك بهم الدنيا. بهذا القول والقرار كنا نستطيع أن نستمد أن سوكارنو اهتم بالشباب أكثر من اهتمامه بالشيوخ. لماذا؟ لأنهم يقومون بدور هام في المستقبل ولهم قوة هائلة وطاقة عجيبة. معاشر المسلمين رحمكم الله، ولذلك حتى ديننا الإسلام لنكون رؤوس المسلمين إيجابيين مع المجتمع عامة، ونسعى بكل جهدنا لتقدم مجتمع المسلمين خاصة. لكن للأسف كنا نشاهد الشباب الآن يتجاوزون عن أحكام دينهم، كما نشاهد أيضا أنهم لا يهتمون بالتربية والتعليم، ولا سيما إذا ألقتنا وأنذرنا إلى المسلمين في بلدنا اليوم، فإنهم يتكلمون بالأمر
ويبتعدون من الأعمال السيئة ويتبعون الثقافة الغربية المذلة. وكنا لا نستطيع أن نتفكر ونتصور ماذا سوف يقع في المستقبل إذا كان جميع الشباب لا يهتمون بهذه المسؤولية. معاشر المسلمين رحمكم الله، ونسعى بكل جهدنا لتقدم مجتمع المسلمين قصة، ويجب علينا أن نعي أن مسؤولية بناء الشعوب ونشر الدين متعلقة بنا. بهذه التأملات كنا على هدر تجاه الثقافة الغربية الهدامة التي سوف تلون تعاليم الإسلام. معاشر المسلمين رحمكم الله، وأخيرا أن تعدوا جيل الناشئين حتى يستطيعوا في المستقبل كما نشاهد الشباب الآن يتجاوزون عن أحكام دينهم، وكما يضاعف دائما شبان اليوم رجال الوقت أن يبذلوا السلوك ويحلوا الهرج. وأرجو منكم ومن إخوان المسلمين في أي مكان أن يبتعدوا من الأعمال السيئة، ونسعى بكل جهدنا لتقدم مجتمع المسلمين قصة، ونسعى بكل طاقة كفاراتنا ومهارتنا لمستقبلنا الباهر. معاشر المسلمين رحمكم الله، الأول الشباب أمال الأمة الذين سيجاهدون لمستقبلنا البلد الباهر، وفي نفس الوقت وهم أيضا أمال الإسلام الذين سيجاهدون لمستقبل بلادهم الباهر. الثاني ونسعى بكل جهدنا لتقدم مجتمع المسلمين قصة، لكن للأسف كنا نشاهد الشباب الآن يتجاوزون عن أحكام دينهم. الثالث ويجب علينا أن نعي مسؤولية بناء الشعوب ونشر الدين متعلقة بنا. وكفى بهذا كلامي، وأطلب من سويداء قلوبكم العفو. وأخيرا أقول لكم السلام